صدقت للاهلي ابطال افريقيا المره ال11 في التاريخ من قلب المغرب، من قلب كازابلانكا. النادي الاهلي يتفوق على الوداد ويحصل على بطوله افريقيا. امسك العقل يا حبيب اخوك وتعالى لي كده عشان نتكلم. الاهلي صعد بطوله افريقيا ديت وهو ثالث الدوري المصري. الاهلي كان قرب يطلع من دور المجموعات لحد ما طاهر ضيع ضربه الجزاء في الدقيقه 90 وصعدنا. رايحين نلعب الترجي على ملعبه ويقوم جمهور الترجي يعمل شغب عشان يتحرم من حضور لقاء الاهلي والترجي، ونلعب الترجي في قلب ملعبه بدون جمهور، والوداد يكسب صن داونز ويصعد يقابلنا في النهائي عشان احنا مش عايزين نقابل صن داونز وشايفين ان صن داونز فرقه تقيله. وبعد كل ده وبعد السيناريو ده كله عايز الاهلي يخسر؟ ازاي يا جدع؟ هارد لك للوداد وكل المغاربه، لكن اسمحوا لي اقول لكم بقى واعلنها صريحه: الواد محمد عبد المنعم ده قاهر المغاربه، قاهر المغرب العربي والمغاربه. بطوله افريقيا اللي فاتت ماتش مصر والمغرب هو اللي عمل الاسيست لصلاح في الكره الركنيه اللي لعبها بدماغه. قدام الرجاء السنه اللي فاتت جايب جول، قدام الرجاء السنه دي جايب جول، وقدام الوداد جايب جول البطوله، رغم ان اداؤه كان سيء هو وعلي معلول في ماتش الذهاب، انما هم عوضوا كل ده بجون النهارده وبتخليص البطوله. الف مبروك لكل الاهلاويه، وان شاء الله السنه الجايه ناخد ال12.